أهلا وسهلا بك يا صديقي في فيديو جديد. الفيديو ده ممكن يكون مكرر لفيديو سابق، بس أنا هاحاول بقدر الإمكان أشرحه بشكل نظريًا أكتر وشكله واضح أكتر. أتمنى إن شاء الله يكون المعلومات كافية إنك تقدر تاخد القرار. عنوان الفيديو إيه زي ما أنت شايفه، هو إزاي تختار الولاية المناسبة ليك في ألمانيا. طبعًا اللي عارف أن ألمانيا 16 ولاية، وكل ولاية لها ثقافتها لهجتها ولها ناسها ولها المحيط بتاعها الاجتماعي والطبيعة والّا المباني خرسانية والّا طبيعة السكان نفسهم، معظمهم أجانب، معظمهم ألمان original اللي هو ألمان من أصل ألمان والّا mix، لأن كل حاجة مختلفة ما بين الولايات كلها. في الحقيقة السؤال اللي هو اتسألته النهارده تاني من حد من صحابي، مش محتاج أقول اسمه عشان احتراما للخصوصية. عمرو، أنا عايز أسافر ألمانيا بس مش عارف أختار الولاية، أعمل إيه؟ ولا أي حاجة، اتعلم باليه، أنا آسف. أنا جاي لك النهارده إن شاء الله أجاوب على السؤال ده. إيه الفرق ما بين الولايات؟ بيبقى في كذا معيار الفرق ما بين الولايات. أنا الشرقية مش زي القاهرة، مش زي اسكندرية، مش زي بنها اللي هي قليوبية، مش زي غربية، مش زي المنوفية، مش زي الفيوم. كل محافظة مختلفة عن التانية، مش زي إسماعيلية طبعًا ولا السويس ولا حتى بورسعيد. ليه؟ لأن كل بيئة لها ناسها، لها ثقافتها، لها لهجتها، لها الlife style بتاع المنطقة، وكمان لها style الح ال 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 اللي هو نسميه عندنا اللي هو الحياة اليومية عاملة إزاي هناك. الlife style ما هي نفس الترجمة. ده اللي أنا أقصده. يعني إيه مثلًا؟ أنا جاي من الشرقية، ما عندناش مثلًا معظم المناطق اللي عندنا زراعية. فما عندناش مثلًا أماكن ساحلية في الشرقية، عشان بس الكلام يبقى واضح. فهنعمل إيه؟ فأنا بالنسبة لي لمّا باروح مكان ساحلي، أنا مستمتع جدًا. ليه؟ أنا شايف حاجة يعني ما نشأتش عليها وأنا صغير عليها. طبعًا لمّا تجيب واحد ساحلي تدخّله في مكان خ مكان زراعي ينبسط، لإن هو بالنسبة له دي بيئة غير يعني مش مستأنفها كتير في حياته الشخصية أو في حياته الطفولية أو يعني أيًا كان المعنى. بس أعتقد أنت فاهم أنا أقصد إيه، أو أنتِ فاهمة أنا أقصد إيه. فأنا هنتكلم في ألمانيا ما بين الولايات وتختار إزاي. أنا ليّا تجربتي إن أنا خلّصت المعادلة، يعني أنا خلّصت ورق المعادلة في هامبورج أقصى الشمال، عِز البرد، التلج، البيوت خرسانية، ارتفاعات ما شاء الله والجو زحمة. خلّصت المعادلة فوق، ورقيًا نزلت ما لقيتش شغل طبعًا فوق عشان مستوى اللغة. نزلت الشرق، عِشت 4 سنين هناك، تجربة مختلفة تانية خالص عن اللي أنا كنت متوقعه. طبعًا في الفترة ديّة سافرت معظم ولايات ألمانيا، اكتشفت حاجات ما كنتش عارفها. مع الوقت لحد ما خدت قرار بعد 4 سنين إن أنا أسيب المحافظة كلّها وأروح محافظة تانية خالص اللي أنا فيها حاليًا. طبعًا الولايات دي كلّها مختلفة عن بعضها اجتماعيًا، على المستوى الاجتماعي، mentality عشان بس العلامة بتفرق. ومستوى اللغة أو اللهجة نفسها، ومستوى التقبُّل لو أنا باتكلم لغة غير الألماني زي إنجليزي مثلًا. وحاجة مهمة شخصية بالنسبة لي، مستوى نسبة العرب حواليّا قد إيه، عشان بالنسبة لي دي حاجة مهمة جدًا، إن أنا يكون حواليّا عرب كتير، صحاب، أصدقاء، علاقات سطحية على حسب أنا فين. طبعًا كل ولاية فيها قانون خاص بيها يشمل مرتبات، يشمل طبيعة المعيشة، يشمل مصاريف الحياة اليومية أو الشهرية للأسرة، ما بين بقى سكن، ما بين أكل وشرب، ما بين مواصلات، ما بين سفر، ما بين خدمات اجتماعية إكسترا، ما بين طبيعة الحياة من حيث السياسة، من حيث الاقتصاد. الحاجات دي بتختلف من محافظة لمحافظة، مش كلّهم زي بعض، بس معظمهم شبه بعض، بس مش كلّهم زي بعض، عشان بس يبقى الكلام واضح. في مثلًا أنا في المحافظة اللي أنا فيها معظمها مشهورة بالصناعات، وفي نفس الوقت بالطبيعة. فاهم حاجة؟ فمعظمها نُصّها هتحس إن هي مباني خرسانية، والنُص التاني تحس اللي هو أماكن طبيعية جدًا، غابات بقى وأشجار وحاجات خضرا كلّها. فهي بتختلف من مكان لمكان. محافظة تانية كنت عايش فيها، أنا لمّا كانوا أصحابي بيقولوا لي ييجوا لي هناك عندي في المكان ده، يقولوا لي: "أنت عايش في صحرا." ليه؟ لإن هُم عايشين في محافظة أنا رُحتها قبل كده، زحمة بشكل أنا عمرو لا يُطاق بالنسبة لي، ما أقدرش أستحمل الزحمة دي، لدرجة إن لمّا جالي فرصة شغل هناك قُلت لهم مش هاقدر أشتغل هناك. قالوا لي: "ليه؟" قُلت لهم: "عشان عندكم الجو زحمة." أنا عمرو ده حاجة شخصية.
مش هاقدر أستحمل الجو الزحمة، الصداع، جنب مواصلات كتيرة. أنا باحب الهدوء، أنا واحد جيت من القرية النموذجية في الشرقية عندنا، وعلى قد لحافك مد رجليك، لو أنا فاهم صح المثل يعني. يعني إيه، أنا واحد باحب الهدوء، فأعيش في مكان إلى حدٍ ما هو منعزل سيكا، بس مدّيني راحة نفسية إن أنا باركّز في شغلي ودراستي ومذاكرتي جنب المواصلات، وأروح المدينة الكبيرة. طبعًا ده سهِّل عليّا نفسيًا إن هو إيجار أرخص، عشان هنتكلم في المميزات والعيوب، وسهِّل عليّا كان عندي عربية، فالعربية للأسف راحت في الحادثة، فحياتي كلّها دلوقتي مقضّيها مواصلات حاليًا الفترة ديّة. ف لمّا باروح المدينة الكبيرة باروحها مواصلات، فبتاخد معايا وقت أحيانًا، بس غيّرت جزء من أهدافي الفترة دي يعني بسبب الموضوع ده باختصار. بس لمّا باروح مدينة تانية زحمة بالنسبة لي، زائد إن المعيشة هناك غالية جدًا، السكن لو نفس مساحة السكن بتاعي، فالإيجار double أو triple على حسب المساحة، حرفيًا، حرفيًا أنت فاهم، شُفت ده الفرق الوحيد، الفرق ما بينه 40 كيلومتر، 44 كيلومتر بالضبط، لو أنت حسبتها، شُفت الفرق؟ ف وكل ما تبعد عن المدينة الكبيرة، كل ما يكون أرخص وأكتر، بس عشان أنا ما اقدرش أبعد أكتر من كده عشان الوقت أنا محتاجه أكتر يعني. فهنتكلم في مميزات وعيوب. في محافظة تانية زي ميونخ، يعني أرخص حاجة شُفتها لحد دلوقتي على النت، شقة غرفة 14 متر والّا 15 متر ب1000€. ده رقم مهول من وجهة نظري، أنا آسف يعني، ده رقم مهول جدًا. أنا لو مرتبي كام هادفع 1000€ في غرفة أو 900€ عشان ما حدش يركّز أوي يعني. فكل ولاية بتبقى لها سياستها، لها حكمها وأسعارها وlife ستايلها والحاجات دي كلّها. فهنتكلم مرتبات زي البافاريا اللي هي ميونخ، أو بادن فيرتمبرج اللي هي شتوتجارت، ومرتبات فيها أعلى نسبيًا، بس المعيشة فيها أعلى نسبيًا، فأنت شوف أنت بتختار إيه. فأنا عمرو اخترت اللي فيها مرتبات أعلى ومعيشة أعلى، بس عشان فيها quality life أو life of quality أو quality of life أو Lebensqualität، اللي هو فيها نسبة جودة حياة. إيه هي بقى نسبة جودة الحياة؟ إن الهوا هنا أنقى شوية، أنا من وجهة نظري، الناس هنا شايفها ألطف، بتضحك أكتر. بامشي في الشارع الناس بتقول لي hello، أنا قعدت سنة سنتين والله، والله أكتر من سنتين. جات لي تروما، أنا بامشي جنب حد في الشارع ما حدش بيصبّح على حد. دي حاجة ما كنتش فاهمها، اللي هو اكتشفت إن ده المنطقة اللي كنت عايش فيها، ده الstyle life بتاعها، اللي هو الlife style بتاعها. ف مثلًا أنا نزلت الجنوب، لأ الناس مختلفة عني، أنا شُفتها على واقعيًا، وهُم عارفين إن ده الواقع، إن في الجنوب الناس إلى حدٍ ما بتبتسم أكتر. الشمس في الجنوب، أنا مدينة فرايبورج مثلًا أشهر مدينة طلابية مثلًا في ألمانيا، وجامعتها متعارف عليها من top 10 في ألمانيا. بالمناسبة الجامعة اللي بادرس فيها الحمد لله. آآ المدينة دي مشهورة جدًا بشكل مش طبيعي. إيه أشهر حاجة فيها إيه؟ إن هي مسمية نفسها The Green City، يعني هي مش مسمية نفسها، حد مسميها، متعارف عليها اجتماعيًا يعني. ليه؟ عشان معظم الناس فيها vegan يعني vegetarian، اللي هو أو ما بياكلوش حيوانات، ما ليش دعوة عشان أيًا كان يعني. وأشهر حاجة كمان فيها إن نسبة الخضار فيها عالية جدًا، بسبب نسبة الشمس فيها عالية طول السنة، إن دي تعتبر أكتر مدينة بينزل فيها الشمس أو بتطلع عليها الشمس في السنة. مستوعب دي؟ دي ميزة لا تُقدّر بتمن في ألمانيا من وجهة نظري، عشان بس المتواضعة. فدي تكلفة معيشة، مرتب عالي، بس مصاريف الحياة عنيفة، فتحس إن مرتب آخر الشهر فلمّا حد بس لسه جاي من مصر بيسألني يا عمرو، زي النهارده برضه حد سألني وقال لي: "يا عمرو هاعمل إيه؟ أنا عايز آجي المدينة، بس مش عارف أختار ولاية إيه." فباقول له: "تعالَ الأول على الشرق، عشان دي شروطها بتبقى أقل شوية، تستقر، تفهم السيناريو، وبعد كده عايز تنقل تمام، ارتحت عندك تمام." دي ميزة، بس في حد بقى مُحنّك لأ، أنا كنت سمعت إن الشرق مش أحسن يا عم خلاص it's fine، it's fine، طالما سمعت خلاص امشي في قرار تاني، طالما أنت عندك معلومة كاملة. أنت فاهم؟ دي بتفرق. لأ هو أنا هاتناقش بشكل negative، اللي هو negative discussion بشكل لا يُطاق، وأنا رافض الnegative discussion بقى لي أكتر من سنتين. النقاش بالنسبة لي بيرفع المرارة أو بيرفع الضغط أيًا كان منهم يعني، فدي حاجة مش لطيفة من وجهة نظري. طبعًا لازم تحسبها بالورقة والقلم، أنا هيفيض لي كام في مرتبي آخر الشهر لو أنا عِشت في المدينة ديّة أو المحافظة دي. لأن بتختلف من مصاريف شخص لشخص، متزوج والّا عازب والّا عنده أطفال بعد التزوج، الحاجات دي بتفرق.
مش أي لو أنا جاي بشكل عشوائي ومش فارق معايا، أنت تلبس، هتقعد كام سنة كده على ما تستوعب النظام. لأ، أنت لازم تبقى أنت عارف هتتعلم الحاجات دي إزاي، هو ده سؤال مهم. وأنت بتتعلم اللغة، عجباني أوي في حتة النظام الألماني في التعليم، إن هو بيعلمك اللغة وفي نفس الوقت بيعلمك اللايف ستايل بتاع ألمانيا إزاي. ففي كذا موضوع أنا درستهم في البي 1 والبي 2 اوريدي. هي ألمانيا هو لايف ستايل بتاعها كده، زي مثلا الانضباط بالوقت، زي مثلا ماما هوتيل، ده موضوع اتناقشت فيه بي 1. زي موضوع التزام بالمواعيد، دي جزء من الثقافه الالمانيه. فانا عارف قبل ما اجي من المانيا، من مصر لالمانيا، عارف ان التزام بالمواعيد دي حاجه مقدسه جدا، الا القطارات. يعني القطارات هنا ممكن تتاخر بالساعات واحيانا ممكن ما تجيش خالص. هم للاسف هم عارفين ده. فهم ممكن دي حاجه مثلا متعارف عليها هنا، اللي هو التزام بالمواعيد، الالتزام بالسيناريو، محدش يتاخر عليا ولا انا اتاخر على حد احتراما للاشخاص. فدي حاجه مهمه جدا. نقطه تانية، تجربتي غير تجربتك غير اي حد، وممكن انت تقدم على نفس الحاجه اللي انا مقدم عليها، وعندنا صعبه جدا ان انا اوصل للمرحله هتاخد معايا 6 شهور، خدت معاك انت شهر. فما فيش حد فينا ستاندرد، ما فيش حد فينا، لان بتختلف عن الموظف اللي قدمت، تختلف عن الوقت نفسه على حسب حاجات كتير. فما ينفعش اخدها بشكل مثالي ان هو ده التوب، ده الانسب ليا وخلاص. لا، انا بدور على حاجه انسب ليا شخصيا بغض النظر عن الاشخاص اللي حواليا. فجزء من عوامل او الفاكتورز اللي بتاثر عليك في اتخاذ القرار انا هعيش فين، ايه افضل ولايه تسهل عليا اجراءات المعادله. يعني ان لو في محافظه قالت لي هتقعد، يعني ليا حد مش عايز اقول اسماء، 15 شهر، وفي حد تاني قاعد 10 شهور، في واحد تاني قاعد 3 شهور في ميونخ، حرفيا 3 شهور، والاثنين كلهم خدوا الشهاده في الاخر. فكل واحد خدها في وقت معين. فانا ما قارنش انا عشان كل واحد خدها بطريقه معينه بسيستم معين فانت بتدور على انسب طريقه تقدر تعيش فيها. ميونخ غاليه جدا، غاليه جدا، حرفيا غاليه جدا من وجهه نظري، ومصاريفها غاليه جدا كمعيشه بقى واكل وشرب وسكن بس كانت فيها ميزه اتصدمت فيها انها موجوده في ميونخ. المعادله بتاخد 3 شهور، 3 شهور بتاخد الشهاده في الاخر، شكرا، تاخد اقامه بعد كده 4 سنين، ده الحوار. فدي حاجه مهمه بالنسبه لي انا. لا، انا معادتي كانت 6 شهور، فانا تقبلت ان انا اقعد 6 شهور مقابل ان انا في مكاني منتظم هادي راسي، في مكان لحد ما رخيص شويه، مرتبات فيه رخيصه شويه، بس مستقر. مش 3 شهور بعد كده اخر الشهر الرابع فبنقل من سكن المستشفى لسكن شخصي، الاقي نفسي اخر الشهر عليا ديون. دي حاجه مش لا تطاق نفسيا، لان انت هنا في المانيا ما حدش هيدفع لك حاجه الا البنك طبعا، وبربا، وقصه طويله حزينه. جزء من ثقافتي مثلا انا عمرو، او جزء من قراية الشخصيه، انا بحب اعيش اماكن فيها نسبه عرب، جنب مسجد. انا كنت عايش في المدينه اللي في الشرق ديت، بيتي جنب المسجد، كنت ال4 سنين اصلي الفروض كلها، اظبط مواعيدي، احاول بقدر الامكان يوم الجمعه ده اخليه سهر عشان اصلي الجمعه في المسجد. اللي هو صحبه المسجد مش عايز اتكلم عليهم طبعا، ربنا يبارك فيهم جميعا، هم عارفين نفسهم كويس. صحبه المنطقه، خروجات بقى واسر بقى، وانا كنت العازب الوحيد، كان معانا 2 كمان عزاب، مش عايز مش من حي اقول اسمهم. فكنا احنا 3 دايما متعارف علينا، احنا 3 العزاب والباقي كله متزوج. تعالى خد يا عازب، خد تعالى يا عازب. فربنا يبارك فيهم جميعا، مش عايز اقول اسماء عشان احتراما للناس. ففي ناس في المنطقه يعني ربنا يبارك فيهم، هم عارفين نفسهم كويس، ولو هم بيسمعوا الفيديو يعني ربنا يبارك فيهم. فده بالنسبه لي كان عز وعزوه وحاجه بالنسبه لي باورفول جدا وروحيا بالنسبه لي مهمه جدا. ممكن يكون بالنسبه لغيري مش حاجه مهمه، فتختلف من شخص لشخص. ومن حاجه كمان سوق العمل، ما اروحش مكان الاقي فيه زحمه جامد ومش محتاجين ممرضين بشروط انا او بظروف انا، عايزين ممرضين اعلى من مستوايا، فاروح اقدم واقول لهم انا عايز اشتغل عندكم. يعني ده من باب انا اسف يعني، من باب الغباء ان انا اروح اقدم في مكان هم مش محتاجيني فيه. انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ يعني انا افتكر، هنخش كده في مشكله تانية بلاش نقولها. فالحمد لله، فانت بتدور على المكان اللي انت عايزه شخصيا، وانت تتناسب مع طبيعه شغله عشان تسهل على نفسك الامور. في جامعه انا كنت بدرس فيها ماجستير من كام سنه، وكان نفسي اخشها، وبعد كده ما قدمتش. بعد 3 سنين قابلت حد خد البكالوريوس من نفس الجامعه،
فباتكلم معاها يعني باقول لها: "أنتِ ليه ما دخلتيش الماستر في نفس الجامعة بما إنِّك خدتِ البكالوريوس من نفس الجامعة ونخلص يعني أنتِ كده عايشة في نفس المنطقة فأنتِ مش وكده الماستر أونلاين فأنت الموضوع بسيط." فقالت لي: "أنا ما كنتش هاقدر أنا ما صدقت أخلّص البكالوريوس." باقول لها: "ليه؟" قالت لي: "كان في دكتور ما أعرفش إيه مستفز بهدلنا و." حمدت ربنا إن أنا ما دخلتش ماجستير في الجامعة دي، ليه؟ ده تحدي، فأنا كنت خدت قرار إن أنا أنقل كل حاجة حياتي ف خدت بالأسباب، لقيت الموضوع شكرًا، أسيب المنطقة كلّها، أسيب المدينة كلّها، أسيب المحافظة، أسيب الجامعة، أسيب الشغل، مش متناسب معايا، ما أقدرش أتناسب معايا، طبعًا رغم إن الشغل عرض عليَّ ساعتها والله هيدفع لي مصاريف الجامعة مقابل إن أنا أشتغل وأطبّق اللي هاتعلمه في الجامعة على المستشفى، قُلت لهم: "لأ، ما أحبش حد." عشان دي ليها قانون خاص طبعًا داخلي، لائحة داخلية، حاجة زي احتكار كده كام سنة، فده أنا ما باحبش حد يمسكني من وداني. ما أعرفش اسمها كده والّا اللي هو حد ماسك عليّا زِلّة وممضّيني، فأنا ما أقدرش مثلًا لو عايز أمشي في أي وقت لا قدر الله أو أيًا كان السبب، عايز أفسخ العقد مش من حقي أفسخ العقد لإن already أنا مضيت كام سَنة لازم أشتغلها في نفس المكان في نفس التخصُّص مقابل إن أنا أنقل اللي باتعلّمه في الجامعة للشغل. طبعًا أنا ما باحبش الحتّة دي، أنا باحب أشتغل وأنا عندي نسبة حرية شوية في التنقُّل، في الحركة، في. طبعًا في تفاصيل كتيرة في الماستر حاليًا ما بين الشغل والماستر اللي أنا فيه، بس دي مش من حقي أتكلم عليها على النت، عشان دي تعتبر نسبة خصوصية لإن أنا فيها طرف تالت، فدي حاجة مش كويسة. فاختصارًا أنت بتدوّر على اللي أنت عايزه، على الأنسب ليك أنت، لإن كل واحد بيبقى له معادلة. طب أنا مش فاهم يا عمرو أعمل إيه؟ اسأل، 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 كل واحد تعرفه قفلت خالص، اسأل ChatGPT ويعمل لك مقارنة ما بين ال16 محافظة. ما بين كل حاجة، وهيقول له عايز دليل وعايز لينكات وعايز ورق رسمي وعايز بُص خُش يا باشا، وChatGPT بيتكلم عربي عادي، يعني أنت مش مضطر تكون واد اسمها إيه perfecto في الألماني، لا يا باشا خُش يا باشا، ودايمًا معلومة ليك أنت عشان ما فيش ولاية مثالية، حرفيًا إذا كان ما فيش nobody is perfect يعني اللي هو ما فيش حد كامل، أنت هتروح تدوّر على محافظة كاملة، يا عم الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك، دَوّر على حاجة تناسبك أنت شخصيًا، لإن مش كل الناس بتناسبها حاجتها. أنا لمّا آجي أقول لحد عشان الموضوع بيضايقني، آجي أقول له أنا عايش في الغابة السوداء، هو اللي مش عارف يعني إيه غابة سوداء هيعمل search. طب يعني إيه لو كسّل يعمل search هيبُص لي بصّة يعني أنت عايش في غابة وكمان سوداء أنا آسف لإن أنا كنت عملتها مع حد بشكل شخصي وخد الجملة زي ما هي ما فكّرش فيها الله يعينه يعني على نفسه. ف لأ، أنا عايش فعلًا في غابة، بس دي غابة طبيعية سوداء هي اسمها كده، ما تسألنيش ليه عشان ما تفاصيل كتير جوجل، في حاجة اسمها جوجل، ChatGPT، Gemini، Copilot، Claude، خُش يا باشا واعمل search search يعني بحث، أنا بادوّر على معلومة كاملة، محتاج معلومة هاجيبها منين؟ على النت، ما فيش أسهل من كده. فلأ أنا كان النهارده كنت باتكلم مع حد من صحابي قال لي: "أنا عايز أسألك وواثق في رأيك." قُلت له قال لي: "أنا نفسي أسافر المحافظة بس مش عارف أختار ولاية إيه." قُلت له: "إيه المطلوب مني؟" قال لي: "اختار لي أنت ولاية." قُلت له: "أنا ما أعرفش الولايات." لإن أنا ما أعرفش اللي يناسبه إيه، لإن أنا حرفيًا ما أعرفش اللي يناسبه إيه. أنا بادوّر على حاجة معيّنة، قُلت له: "وأنا هاعرفها منين؟ أنت عندك خبرة فأنا واثق في رأيك." قُلت له: "على أساس إيه إن أنت تثق في رأيي؟ إحنا نعرف بعض بس أنت على أساس إيه إن أنت تثق في رأيي؟" أنا ليّا تجربة مختلفة عن تجربة صحابي، عن تجربة زملاتي التانيين، عن تجربة ناس تالتة، رابعة، خامسة، فكل واحد بيبقى له تجربته. ليه أنت عايز تاخد قرار وتقول لي أنا خايف آخد قرار وأندم عليه. قُلت له: "أنت عايزني أنا آخد لك أنا القرار وتندم أنت عليه يعني؟ أنت استفدت إيه؟ أنت ادرس الموضوع واحدة، واحدة. مش عارف أبدأ منين؟ أنت بتتعلم لغة، ماشي هافكر." أنت مجرد إنك تبدأ تتعلم لغة هتلاقي نفسك المسارات بتتفتح، طبعًا وقبل أي حاجة صلّي استخارة عشان الموضوع ده ما فيهوش هزار. يعني تصلّي استخارة وخُش على الموضوع واتعلّم لغة، وأنت بتتعلّم اللغة هتلاقي نفْسك بتتعلّم جزء من ثقافة ألمانيا، جزء من التعاملات الألمانية، جزء من الحياة الاجتماعية، جزء من حياتك الmindset بتاعتك أنت العقلية نفْسها هتبدأ تفكّر إزاي لو أنت عايش في ألمانيا. الحاجات دي ليك أنت كشخص، وأنا آسف إن أنا طوّلت في الفيديو بس إن شاء الله تكون معلومات مفيدة ليك، ولو في حاجة مش واضحة، مش مفهومة أوي، ابعت لي وإن شاء الله ربنا ييسّر الحال إن شاء الله أوضّحها لك. أنا كده خلصت الفيديو العاشر في الحلقة، في الموسم، في السيناريو، في السلسلة ديّة، وهنكمّل إن شاء الله بعد كده، استنى الحلقة الجديدة بعد بُكرة، نشوفكم على خير إن شاء الله، في رعاية الله، ما تنساش subscribe واللايك
وcomment و وفعّل الجرس. يالّا مع السلامة.